النهاردة هنعمل مع بعض وصفة براونيز خطيرة، مظبوطة بالملي، غرقانة في الشوكولاتة، فudgy وطعمها خطير. وصفة سهلة جدا، أي حد يقدر يعملها حتى لو أول مرة يدخل المطبخ. كل اللي عليكم إنكم تلتزموا بالمقادير والخطوات وهتطلع معاكم براونيز خطيرة أحلى من أي مرة كلتوها قبل كده. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. في وصفة البراونيز دي احنا بنعمل ميكس بين السكر الابيض والسكر البني. هنحتاج تقريبا كوباية الا ربع سكر ابيض وكوباية سكر بني، تقدروا تستخدموه فاتح او غامق، تقدروا تخلوا الكمية كلها سكر ابيض. الميكس بين الاتنين بيخلي البراونيز من جوه تبقى فudgy وتدينا الطعم اللي بيمضغ شوية اللي احنا بنحبه ده. بتخلي كمان الطبقة اللي فوق مقرمشة ومكسرة، الشكل المشهور للبراونيز. هنحتاج كمان 170 جرام زبدة اللي هما كوباية الا ربع، ولازم نكون مطلعينها من التلاجة قبل ما نستخدمها بساعة او 2 تبقى في درجة حرارة المطبخ. وهنحتاج كمان 3 بيضات متوسطة، معلقة صغيرة فانيلا، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان اي نوع تحبوه. وهنحتاج كوباية دقيق اللي هي 125 جرام، هسيب لكم تحت الفيديو كل المقادير بالجرام وبالكوباية. وهنحتاج كمان 150 جرام شوكولاتة. الافضل ان احنا نستخدم شوكولاتة دارك السكر فيها قليل، يعني نقول دارك بنسبة 50 او 60%، هتعادل السكر اللي في الوصفة وهتدينا طعم حلو قوي. لو شوكولاتة بالحليب هتبقى الوصفة مسكرة زيادة. وهنحتاج كمان كوباية الا ربع كاكاو اللي هم 80 جرام، ونحاول نستخدم كاكاو يكون نوعه حلو عشان ده هيأثر في طعم الوصفة في الاخر. اول خطوة هنبتدي ننزل الشوكولاتة ونزود عليها الزبدة وهدخلهم الميكرويف دقيقة. الهدف ان انا عايزة الزبدة والشوكولاتة يسيحوا. تقدروا تعملوا الخطوة دي على حمام مية، مفيش اي مشكلة. بصوا هتلاقوهم دابوا وامتزجوا كده، هحطهم على جنب لحد ما اكمل بقية الوصفة. هبتدي انزل السكر الابيض، السكر البني، والبيض، الفانيلا. هنضرب تقريبا 5 دقايق لحد ما السكر يدوب ولون الخليط يبتدي يفتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اتحول للون فاتح وكريمي. في الوقت ده هنزل الشوكولاتة والزبدة وهقلب. هزود بقى الملح، القهوة، الكاكاو، وابتدي انخل عليهم كوباية الدقيق. هقلب كويس. بصوا الخليط بيبقى سميك كده، وعلشان احنا في البرد كمان الشوكولاتة والزبدة بيجمدوا بسرعة قوي، فالخليط بيبقى تقيل شوية. هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه للبراونيز. وطبعا البراونيز ما بيتحطش فيها اي مواد رافعة، لا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا اي حاجة، وهو ده الفرق اللي بينها وبين اي كيكة شوكولاتة تانية. هستخدم بقى صينية، الصينية دي مقاس 20 في 20. لو انتوا عايزينها بالسمك اللي شفتوه في اول الفيديو، لو عايزينها ارفع من كده ممكن توصل لحد 22 مثلا، مش اكتر من كده. اهم حاجة ان احنا نكون مبطنينها كويس بورق زبدة. وابتدي انزل بقى الخليط بتاع البراونيز، هفرده كويس كده واسويه في الصينية كلها. واختياري ممكن نرش شوكليت شيبس او قطع شوكولاتة لو حابين. وقبل ما ادخلها الفرن هخبطها خبطتين كده على الرخامة عشان تطلع اي هوا فيها، احنا مش عايزين فيها هوا خالص زي الكيك. وبعدين هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. بتاخد تقريبا من 30 ل 35 دقيقة، ما تطولوش عليها التسوية لانها بتنشف وتتحول لكيك. بصوا ده شكلها اول ما طلعت من الفرن. بصوا بتبقى طرية قوي ازاي، شايفين الطبقة اللي فوق دي مقرمشة ازاي. هسيبها تبرد تماما جوه الصينية تقريبا 10 دقايق، وبعدين هنقلها كده بورق الزبدة على شبكة او حاجة عشان تجمد شوية عشان نعرف نقطعها. وبعد كده هستخدم سكينة طويلة عشان ما تتبهدلش. هبتدي اقطعها كده بالراحة، ولازم بين كل تقطيعة والتانية انضف السكينة كويس او امسحها بفوطة مبلولة بمية سخنة. انا قطعت الصينية دي 9 قطع عشان تبقى زي الشكل اللي احنا عارفينه كلنا ده. وفي اشكال كتير لتقطيع البراونيز، ممكن تتعمل بايتس صغيرة وبتبقى لذيذة، بالذات ان هي تقيلة جدا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، خطيرة. بصوا الشكل من فوق، الطبقة المقرمشة وفudgy قد ايه من جوه، مليانة وغرقانة شوكولاتة. طعم الشوكولاتة خطير، سكرها مظبوط، فudgy قوي، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة كده غرقانة في الشوكولاتة. ممكن تتقدم كده لوحدها جنب القهوة، بتبقى لذيذة جدا. وممكن تزودوا عليها ايس كريم وتاكلوها زي ما بناكلها من بره. وصفة مظبوطة بالملي، جربوها، متأكدة انها هتعجبكم. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.